خيرية علي عبد الجليل وشهرتها غوايش، متسولة اعتادت التجول في شوارع محافظة قنا بمركز الوقف والجلوس أمام المحال التجارية. فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي المنطقة بمصاريف دفنها قبل اكتشاف ثروتها الهائلة التي وجدوها داخل حوش صغير كانت تقيم فيه. أهالي القرية عثروا على قرابة 1,000,000 جنيه غالبيتها من الفكة، خبأتها المتوفاة داخل أكياس بلاستيك في الحوش الصغير الذي تسكنه، مشيرين إلى أنه جرى تقسيم تركتها على أشقائها الخمسة المكونين من 4 سيدات ورجل تحت إشراف لجنة من الأهالي. ناشطون تداولوا مقطع فيديو يرصد لحظات تقسيم تركة المتسولة المليونيرة.